السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفة جديدة من مطبخ من النادي. النهاردة هعمل لكم الترمس الحلو أو الترمس السريع. أول حاجة خالص هنشطف الترمس بالمية كويس جدا، وبعدين ننقعه في المية لمدة 3 ساعات. وبعد كده بعد ما ننقعه 3 ساعات نقوم شاطفينه تاني كويس جدا من المية اللي احنا نقعناه فيها، زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. تشطفوه 3 4 مرات كده لحد ما تحسوا انه الميه بتاعته بقت نظيفه ونقيه. وبعدين في حله على النار فيها ميه بس بدون اي اضافات تانية هنحط الترمس لمده ساعه لحد ما نلاقيه استوى معانا. بصوا بالشكل ده، هو تقريبا كده خلاص شبه استوى. وبعد كده هنسيبه لمدة 3 ساعات في المية بتاعته بتاعت السلق، وهي زي ما هي من غير ما نصفيها. هنسيبه فيها بعد ما سلقناه، نسيبه في المية دي لمدة 3 ساعات. وبعد كده نقوم شاطفينه اخر بقى شطفة. خلاص كده كويس جدا بالميه. وكده بقى خلاص بقى جاهز تقريبا للاكل. نحط بقى المحلول بتاعه في بلاستيك كده، طبق بلاستيك اي حاجه او اي حاجه انتوا بتحطوا فيها. هنحط معلقتين كبار من الملح، معلقه من الكمون، ومعلقه شطه. تمام. ونحط حوالي لتر ميه كده تقريبا حسب الكميه بتاعت العلبه البلاستيك. اوكي. وندوب بقى المحلول بتاعنا في الميه كده كويس، وبعدين نضيف عليه الترمس بالشكل ده. تمام كده. ونقلبه كويس جدا. وبعدين فوق الوش بقى هنحط معلقه كبيره من الملح من غير ما نقلبها، ونغطيه ونسيبه في التلاجة لمدة نص ساعة كده. ونبدأ بقى نقدمه بالهنا والشفا. بقى جاهز. نحط عليه عصرة ليمون، شوية كمون وشطة، وبألف هنا وشفا عليكم.